وسهلا بكم حبوباتي في قناتي قناة عالم المرأة مع رهف. اليوم حبيت نقدم لكم الكعك المضفور الليبي بجوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. وقبل ما نبدأ نحب ندعوكم للاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس وضغط لايك حتى يصلكم كل جديد. المكونات: كيلت 4 كاسات من الدقيق، وأهم شيء يكون دقيق مغربل، 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام، كاسة من الزيت متاع الطبخ زيت الذرة، كاسة إلا شوية يعني من مية تقدروا تستعملوا مية الزهر أو مية العطر. أنا استعملت مية الزهر. كاسة حتى هي من الزبدة، تقدروا تخليها بدرجة حرارة الغرفة وتقدروا تسيحها، أنا سيحتها. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نبدأ تو مع بعض في طريقة التحضير. تو زي ما تشوفوا مع بعض في صحن كبير وواسع وجاف حنصبوا المية. هناخد البيكنج باودر هذا حنصبه على خميرة الحلويات، حنصبها على الطحينة على الدقيق. حنصب الزبدة بهذا الشكل، حنصب الزيت، حنخلط الدقيق هذا خلطة باهي بالخميرة بهذا الشكل. حنصبه بشوية بشوية ونعجنه. شوفوا قداش تاخد منه. وانا مكيلة 4 كاسات. مرات طبعا تعتمد على حسب نوعية الدقيق، مرات الدقيق يتشرب، مرات تاخد اكتر ومرات تاخد اقل بهذا الشكل. عجناها. تو ان شاء الله بهذا الشكل نعجنها ان شاء الله ونرجع لكم. تو زي ما تشوفوا عجناها هيك بالشكل هذا، مازال قاعدة تبي يعني مازال رطبة. حنقسمها لي يعني جزئين، قسمين هيك متساويين، يعني تقريبا متساويين. حنحطوا شوية، حنحطوا جزء منها في صحن تاني بروحها هيك. طبعا حنزيدها هذا حنزيدها الكاكاو، نزيد بشوي بشوية ونشوف قداش. لأن الكاكاو أكيد حيخليها تتماسك وتماسك أكتر. صبه بشوية ونشوف قداش تبي. بهذا الشكل. تو زي ما تشوفوا بعد ما عجناها طبعا لا ضروري ندلكوها كويس كويس باش ما يتقعدش جهات يعني غير جهات داكنة وجهات اقل. فدعكتها كويس وتحصلت على هذا الشكل. حنحطها او حناخد طبعا الجزء الثاني هذا. طبعا هذا مازال ما ضفتلاش الدقيق، والدقيق هذا اللي فضل مني من 4 كاسات. حنضيف بشوية بشوية ونشوف قداش تاخد مني. حنضيف شوية ونعجن ونشوفها قداش تحتاج، مرات اقل يعني منبيهاش يعني جامدة هلبة، وفي نفس الوقت منبيهاش سايلة باش نقدر يعني نشكلها. انا ما اعتقد يعني حسيتها كويسة توا، ممكن تبي شوية ثانية شوية بس. على ما اعتقد اخذت مني 3 كاسات، يعني 4 كاسات الا ربع يعني هيك حسب ما نشوفها. لان على طبيعة الدقيق في دقيق ياخد اكتر وفي ياخد اقل. هذه هي العجينة اللي نباها. طبعا نحطوها توا في صحن صغير ونغطوهم بزوز بالبلاستيك لمدة ربع ساعة هيك أو تلت ساعة باش ترتاح معنا العجينة، ونرجع لكم مع بعضنا باش نشكلها ونحطها في الفرن. تو مع بعض نجهزوا مع بعض طريقة العسل، اللي هو حنكيل كاستين من السكر
ونفس الكاسة هنكيل منها 4 كاسات من المية، يعني كل كاسة من السكر توافقها كاستين من المية. وعصرت نص ليمونة حامضة. تو مع بعض نبدو في طريقة التحضير. تو حطيت 4 كاسات مية، وحنحط فيه بنفس الكاسة كاستين سكر بهذا الشكل. وحنقوي النار عليهم يعني متوسطة، وحنصب لها الليمون نص ليمونة لمدة هيك تلت ساعة. ما نخلطهاش، يعني ما نحركهاش، نخليها زي ما هي لمدة هيك تلت ساعة حيتشكل معنا. تو لما يطيب هنرجع لكم. تو بعد ما خليناها ترتاح بهذا الشكل لمدة تلت ساعة، الزوز هذه اللي شكلتها بالكاكاو، والتانية خليتهم تلت ساعة. تو حنشكلوهم بهذا الشكل. حنفرداها هيك، خلاها كلها أصابع رقيقة. ماذا بينا نرققاها لأن هي حتنفش معانا. ناخد الثانية. نديرها بهذا الشكل هيك، الثانية نديرها بهذا الشكل. حنبرموها هيك زي ما تشوفوا، يعني كل واحد كيف طريقته يبرمها. أنا هيك برمتها. هناخدها هيك نلصقها في بعضها من هنا. حصلنا على الشكل هذا، نحطها في الطاجين. هنبدو الثانيات. تبينا ما نكبروهاش لأن هي هتزيد يعني في الحجم. تبينا حنديرها يعني رقيقة شوي. رققاها هيك. ناخد معنا الثانية زي ما تشوفوا هيك. هي نفردها سهلة وبسيطة، يعني تقدر تدير يعني كمية كبيرة في وقت يعني مش كبير، مش طويل، يعني عادي. تلفها بهذا الشكل كيف ما نلفاه توا، كيف على حسب الحجم اللي انت تبيه. درتها بهذا الشكل. هندير معكم واحدة تانية. ديراها رقيقة هيك، وهذه حنديراها تانية حتى نفس الطريقة. بهذا الشكل. زي ما شفتها توا هيك. شوفوا زي توا درتهم، وحنكملهم كلهم ونرجع لكم. تو زي ما تشوفوا معايا كملت الطاجين هذا، وان شاء الله نحطه في الفرن على درجة حرارة 170. يعني ونشوفوا لي اول حاجة نحطوه من تحت، بعدين نحطوه من فوق. تو زي ما تشوفوا معايا الكعك لما طاب عندي ما خداش مني حتى تلت، يعني 20 دقيقة بهذا الشكل. هذه الكمية اللي تحصلت عليها. طبعا العسل هذا درت العسل وتوا سخون عندي. العسل هذا طبعا الكعك بارد والعسل سخون، ضروري يعني يكون واحد منهم سخون. فالكعك بارد والعسل عندي سخون. وهذا جوز الهند. طبعا بعد ما طاب عندي حطيت له ملعقة كبيرة من العسل، يعني الأصلي هذا حطيت له. هذه اختياري، لو انتوا تبوا تحطوها اوكي، لو ما تبوش تحطوها عادي يعني، بس هي تعطي مذاق حلو. تو أنا حنحط العسل، حنحط الكعك هذا في العسل، وفي لي خليه 5 دقايق. وفي لك يعني حنخليه مثلا لمدة
يعني ربع ساعة باش نبيه يتشرب عندي يعني، ويبدا لي يعني طعمته حلوة يعني كويسة. وعلى حسب انتو تبوا قداش تبوا تخلوه. نحطه مكي لمدة قولي 10 دقايق ان شاء الله. بعدين بعد ما يقعد هيك مدة 10 دقايق حنحطه في جوز الهند هذا. تو بعد ما قعدت معانا حوالي 10 دقايق حنقلبها على الوجه الثاني. انا قلبتها اول مرة وبعدين حنقلبها شوية على الوجه الثاني، وحنشيلها كي باش تتجرب من جهتين. لان احنا هذا الكعك ما حطيناش فيه سكر بكل، يعني ضروري نشربوه شوية بالعسل. فحنقيم واحدة واحدة صفيها باهي من العسل، ونحطها في جوز الهند هذا الشكل. صفيهم كلهم. في اللي بيحطها اقل، يعني ما يقارب دقيقتين او 3 دقايق عادي، كل واحد على حسب يعني كيف ما يباها. في اللي يحبها معسلة هلبة، في اللي يحبها متوسطة، يعني هذا حسب رغبتكم. هتوا حنعسلاها بجوز الهند بهذا الشكل. نعسلاها بهذا الشكل، حنحطها في الصحن يعني. طيب تشوفوا معايا هيك هذا الشكل عطون هيك، يعني كلها بنفس الطريقة هيك، يعني بحركة دائرية بسيطة دوراها هيك. هنكملهم ان شاء الله كلهم ان شاء الله، ونرجع لكم صحن التقديم. وهذه كانت طبختنا بالنسبة للكعك الليبي المضفور المعسل. بعد ما كملتها كلها يعني ما اخداش مني وقت. وهي طبعا حلويات يعني مرغوبة، يعني نقدر نقدمها مع الشاهي او القهوة. يعني تتاكل تتاخد في يعني العشية مع توست شاهي او قهوة. تقدر تقدمها للضيوف. وان شاء الله تكون طبختي نالت اعجابكم. ولو عجبتكم طبختي وعجبكم محتوى قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم.